بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليل وين الشيخ، يا ليل أين الشيخ، يا ليل قل لي أين هو، فالصمت قد ترك الفؤاد ممزقا وعليلا. يا صبح بل رجع الإمام لربه. عسيمي يا صبح بل رجع الإمام لربه، والموت لن تلقى له تأجيلا. عسيمي محمد الصالح البذ الذي رزئت بفقده بلدي، ومثلها أخر ابن العثيمين تاج فوق هامتنا، بالعلم والفهم والإدراك يشتهر. ما للحمامة لا ترد هديلا، والخيل أطرق لا يجيد صهيلا. ما للفيافي قد تساقط زهرها. ابن العثيمين تاج فوق هامتنا، بالعلم والفهم والإدراك يشتهر. ابن العثيمين بحر عز ساحله، في كل ناحية من علمه ينفر. فتبسم الشيخ عند إخباره بالمرض، وحمد الله وأثنى عليه. يرحمكم الله. تبسم وحمد الله وأثنى عليه، فتكلم الشيخ بكلمات عجيبة. قال رحمه الله: إن الإنسان المؤمن إذا قام بطاعة الله وفعل أوامره واجتنب نواهيه، فإنه لا يرجو بذلك فإنه لا يرجو بذلك إلا رحمة الله ودخوله الجنة. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجنة إلا بالموت، والموت قد كتب على جميع البشرية. فمرحبا بالموت إذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة. أحب لقاء ربه واشتاق إليه كما كان يردد في أيام مرضه. وسمعته يقول في إحدى زيارتي له في المستشفى في الرياض والناس يدعون له، قال: إنني اشتقت إلى لقاء ربي. إنني اشتقت إلى لقاء ربي. أبشر أيها الشيخ الجليل، فكم سمعناك تنقل لنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي نفس الحديث: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أحب لقاء ربه. اللهم أحب لقاء شيخنا كما أحب لقاءه. مرحبا بالموت إذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة، حق له أن يحب لقاء الله. فالدمع لا يجدي الحزين، وإنما صبرا على ألم الفراق جميل.